ازيكم؟ انا هبة ودي قناتي. النهاردة هنعمل الجلاش بالطريقة التركية، طريقة سهلة ولذيذة قوي وهتعجبكم خالص. المقادير اللي محتاجين لها: لفة جلاش مع زبيب وجوز هند مع اي انواع مكسرات عندك، ولو ما عندكيش مكسرات يبقى فول سوداني، مع حبة فستق مكسرين لتزيين الوش، سكر بودر ولبن حليب او لبن بودرة كوباية ونص، وفانيليا ومعلقة قرفة ناعمة، ونص كوباية زبدة مسيحاها على نار هادية وتكون باردة. هنبدأ نقسم الجلاش نصين على مقاس الصينية. هندهن الصينية زبدة وهنحط النص الأولاني كله مرة واحدة، وبعدين هنحط الزبيب وجوز الهند والمكسرات أو الفول السوداني، ونحط بقى معلقة القرفة وزعيها كده كويس، وبعدين نحط نص الجلاش التاني بالطريقة دي، مفيش أسهل من كده. قطعي بقى لمربعات متساوية كده مقاسها وسط، وبعدين الزبدة اللي عندنا نص الكوباية هنبدأ بالفرشة ونعمل بيها الوش كده. وزعيها بقى كويس على الوش كله الزبدة بحيث ان تبقى متوزعة كويس كده ومتشربة كويس. الفرن دلوقتي مسخناه على درجة حرارة 180. هدخل الصينية على الرف الوسطاني، هتاخد حوالي تلت ساعة ودقيقتين في الشواية. كوباية ونص لبن، عليها الكوباية الا ربع سكر بودر والفانيليا، وقلبهم كويس لحد السكر ما يدوب خالص. وبعدين الصينية طلعت اهي باللون الذهبي الجميل كده وهي سخنة قوي واللبن بارد، وهبدأ أسقيها باللبن كده. هتحطي بقى اللبن شوية بشوية يتشرب، تحطي شوية تانيين لحد ما تحطي الكمية كلها. خلصنا بقى كده، هنحط الفستق على الوش وخلاص تقدميها. طريقة حلوة وسهلة قوي وطعمها جميل قوي. هي طعمها يعني أقرب لأم علي شوية، وطرية بقى كده، وفي نفس الوقت الوش بتاعها مقرمش. شايفة بقى مورقة خالص اهي وجميلة، وطريقة زي ما بقولك سهلة خالص وما أخدتش معانا وقت ولا مجهود، وبألف هنا. احنا أكلنا الصنف ده في اسطنبول، وانا عملته بنفس الطريقة اللي هما بيعملوه بيها. ده المحل اللي أكلنا فيه، حافظ مصطفى، محل حلويات خطير. مفيش حد بيروح اسطنبول إلا لازم يكون راجع بالكيس الأحمر بتاع حافظ مصطفى. أحلى بقلاوة بأنواعها بقى، أنواعها كتير قوي عندهم. وبألف هنا. لو عجبتك اعملي لايك وشير واشتراك في القناة بتاعتي، وباي.